ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض نعمل احلى قلقاس بالخضره وكمان الفراخ البلدي المحشيه بصل اللي بتدي طعم وريحه جامدين جدا للفراخ. يلا بينا نشوف الطريقه بتاعه القلقاس والفراخ البلدي. يلا بينا. انا جايبه 2 كيلو قلقاس. طبعا هاتي انت القلقاس اللي انت عايزاه، وادي الفرخه البلدي اللي انا هحشيها بالبصل. واول حاجه هعملها هجيب بصلتين وسط كده عشان اخرطهم عشان احشي بيهم الفرخه. طبعا البصلة دي ينفع تحشي بيها اي طيور انتي عايزاها، بتبقى في البط روعة وجميلة جدا. كده انا هخرط البصلتين، ما ينفعش تضربيهم في الكبة، لازم تخرطيهم عشان يبقوا حلوين في الطعم. هنخرطهم طبعا ونرش عليهم شوية ملح وشوية فلفل اسود بس. وانا طبعا جايبة الخضرة بتاعتي، الكزبرة مقرطفاها زي الملوخية وغسلاها غسلة حلوة وكمان صفتها. ادي البصل بتاعي كده خلاص خلص، هرش عليه الملح وهحط عليه الفلفل الاسود، وهتفضلي بقى ايه تدبلي البصلة بتاعتك وتنزلي المية اللي فيها لحد ما تمرض البصلة بتاعتك خالص. كده تمرضي بصلتك خالص، وكده اهي خلصنا البصلة بتاعتنا وعصرناها ونزلنا المية اللي فيها. لان البصلة دي كمان بعد ما بتخلص في الفرخة طبعا بيبقى طعمها تحفة، بتتاكل مش بنرميها يعني. خلاص كده هنجيب الفرخة بتاعتنا ونحشيها. وكمان عشان البصل بتاعنا ما يقعش في الشوربة، يا تحطي طماطمايه يا اما بصلايه او بطاطسايه من تحت تقفلي بيها، كده البصل بتاعك ما يقعش في الشوربة. نجيب القناصة بتاعتنا نحطها، وانا هحط طماطمايه من تحت، ونكتف الفرخة بتاعتنا. وكده يبقى حشينا الفراخ بتاعتنا بالبصلة الجميلة اللي بتدي طعم حلو. طبعا الحصلة بتاعتي مقطوعة فانا ما حشيتهاش. اغسل ايدي واجي اجيب الحلة. طبعا الحلة دي بصوا تلت ساعة بالظبط والفرخة تكون استوت. هرش فلفل اسود، وطبعا الملح بتاعي، وكمان الورق اللوري، ورشة الحبهان. طبعا اي فراخ اي لحمة بتتسلق بنحط عليها كل التوابل دي بتاعتنا. طبعا الحبهان مطحون، انا بطحن الحبهان عشان بيدي طعم اقوى في الشوربة. وكمان هحط البصلاية بتاعتي، وهحط كام فص توم، هحط 2 3 بيدي طعم طبعا للشوربة حلو. وطبعا الطماطم بتاعنا دي لازم في الشوربة واحنا بنسلق. كده احنا حطينا، فاضل بس الطماطم عشان انا نسيت اجيبها اروح اجيبها. وهنحط مية طبعا في الحلة. كده هنملى الحلة بتاعتنا مية، وهنحط فيها الطماطميتين نقطعهم 4 تربع. وادي الفرخة بتاعتنا هنحطها بعد ما حطينا التوابل كلها. هنقفل بقى الحلة قفلة حلوة كده جامد عشان نحطها على النار تتسلق تلت ساعة بالظبط في حلة الضغط، والفراخ البلدي بتاعتك تكون مستوية. ونروح نقشر القلقاس بتاعنا. كده حطينا الفراخ على النار. لو انت طبعا هتسلقيها في حلة عادية طبعا ايه بتطول، فطبعا تقومي الصبح بدري كده وتعلقي عليها عشان الفراخ البلدي بتطول على النار. هنجيب القلقاس بتاعنا طبعا نقشره. والقلقاس ما بنغسلوش، لان القلقاس لو قعدتي تغسليه هتغسليه العمر كله، لان هيفضل ينزل في المادة بتاعته، وانت كده ضيعتي الفايدة كلها بتاعت القلقاس. فانت بتمسحيه بفوطة حلوة كده، قطن عندك، وتروحي عاملاه بيتزحلق اصلا هو. فقلنا القلقاس ما بيتغسلش يا جماعة، تعملوه على طول، تقشروه وتمسحوه كده بقماشة حلوة، وتقطعوه التقطيعة الحلوة بتاعتكم. طبعا ما تقطعيش القلقاس صغير، هتقطعيه وسط عشان ما يتهريش مننا. طبعا نكون جايبين الكزبرة الخضراء مقرطفينها زي الملوخية، وغسلينها غسلة حلوة ومصفينها. معاناة واحنا بنقطع القلقاس اصلا، بيبقى كبير وبياخد مجهود اصلا في التقطيع وحتى في التقشير بتاعه. كده خلاص اهو قشرنا اللولاس بتاعنا ومسحناه كمان بالفوطة بتاعتنا، ونروح نقطعه. بص انا هقطع اللولاس هقطعه وسط، وعايز ايه تدوسي عليه جامد لان هو جامد شوية. كده احنا هنقطع اللولاس بتاعنا كله.
انت تجيبي بقى الكمية اللي انت عايزاها، تجيبي 2 كيلو، تجيبي كيلو ونص، نص كيلو، اللي يريحك. بس طبعا لازم وانت بتشتري تقولي له حط لي خضرة كتير، لان القلقاس بيحب الخضرة كتير خالص لان بتديها طعم. وممكن تعمليه طبعا بالصلصة، بس احنا ما بنعملوش بالصلصة، احنا بنحبه بالخضرة، يبقى طعمه جميل واجمل من الصلصة. كده اهو، شايفين القلقاس. وكمان هنعمل الطشة بتاعتنا بيبقى طعمها حلو خالص بالخضرة، وهنضربها في الكبة ونحط عليها شوية شوربة عشان ايه تسهل الضرب بتاعنا. كده خلاص، كده ايه القلقاس اللي مش راضي يخلص ده لا خلاص خلصوا. كده خلاص هنروح نجيب الفراخ بتاعتنا بعد ما اتسلقت. طبعا تلت ساعة وبسيبها تكمل سواها في البخار. واول ما الاقي الصفارة بطلت تطلع بخار، افتح طبعا الحلة وانا مطمنة مش هيجرى حاجة ولا تنفجر ولا يجرى لها اي حاجة. عشان تفتحي الحلة لازم تتخلصي من البخار بتاعها خالص، تبطل تعمل صوت. تروحي كده فاتحة الحلة وانتي مطمنة. كده ادي الفرخة بتاعتي حلوة اتسلقت. تلت ساعة بتبقى ظابطة على الفرخة، بتطلع عندك مظبوطة في التسوية. وطبعا بتكمل بقيتها مع البخار بعد ما بنسيبها. هنطلع طبعا الفرخة بتاعتنا كده، ونروح نجيب الحلة عشان نعمل القلقاس بتاعنا على الشوربة. القلقاس سهل خالص وطريقته سهلة بالطريقة دي، بالخضرة بيبقى سهل خالص وطعمه حلو. طبعا عايزة تسلقيها، قصدي عايزة تحمري الفرخة طبعا بسرعة، تحمريها وهي لسه طالعة من الحلة. هنجيب الحلة بتاعتنا نحط فيها القلقاس بتاعنا، وننزل طبعا بالشوربة بتاعتنا. حط بقى شوية الشوربة ظبطيهم كده اللي هم على قد القلقاس بالظبط. طبعا الشوربة اللي بتتبقى مني انا بسيبها تبرد واروح حطها في كيس واحطها في الفريزر، بعمل بيها اي اكلة تاني، يعني مش بنرميها طبعا. كده حطينا طبعا القلقاس بتاعنا، هنحط طبعا الملح ونروح نحطه على النار يستوي، ونيجي نعمل الطشة بتاعتنا او نحضر للطشة بتاعتنا. كده هنحط القلقاس على النار، وهنعمل ايه، هنحمر الفرخة فرصة وهي سخنة عشان تتحمر معانا بسرعة. احنا هندخلها الفرن، ما بتطولش في الفرن، واحسن طبعا من الطاسة على النار والزيت بقى والطرطشة وبهدلة البوتاجاز. هتجيبي طماطماية تبشريها كده، وتجيبي معلقتين صلصة ورشة ملح ورشة فلفل اسود ومعلقتين زيت او سمنة، وبتتحمر معاكي في ثواني، وبتبقى كلها لون واحد، غير لما بتحمريها على الطاسة ما بتتحمرش حلو، غير البهدلة بقى ونطير احنا ونجري يمين وشمال بسبب الزيت والفراعة. ادي شوية الملح وشوية الفلفل الاسود، ونقلبها وندهن الفرخة بتاعتنا كلها كده من كل حتة. هتشوفيها بعد ما نخلصها هيبقى لونها كلها واحد، وانا وريتها لكم في الاول الفيديو كل الفرخة كلها لون واحد. وكمان بتدي طعم الفرخة حلو التتبيلة اللي احنا بنعملها دي. وهي سهلة، طماطماية وشوية صلصة وملح وفلفل اسود وسمنة او زيت. هندهن اهي الفرخة بتاعتنا كلها، ما نخليش حاجة مش مدهونة. وطبعا احنا سايبين القلقاس على النار بيستوي، هنخلي القلقاس 3/4 سوا بس، والربع التاني بعد ما نحط الطشة عشان نسيبه على النار شوية يشرب من الطشة بتاعتنا. طبعا القلقاس تعمليه بدري وتركنيه كده، مش تعمليه وتاكليه على طول، لا بنسيبه شوية عشان يتشرب ويبقى طعمه حلو. ما بتيجي تعمليه وتاكليه على طول بيبقى عامل زي المسلوق، ما بيبقاش ليه طعم خالص. كده عملنا الفرخة بتاعتنا، هنروح ندخلها الفرن ونيجي نجهز للطشة بتاعتنا. هنعمل ايه، طبعا هنجيب الخضرة اللي احنا غسلينها ومقرطفينها وطبعا مصفيينها، هنحطها في الكبة. هنضرب الخضرة بتاعتنا في الكبة بشوية شوربة. هتجيبي شوربة طبعا من اللي اتبقت عندنا. عمالة افتكر ايه هي خضرة اسمها ايه لحد ما جبتها، اسمها كزبرة عشان الواحد اصلا بينسى، اصلا الواحد بيبقى ماسك الحاجة وبينسى، الحمد لله يعني. ادي كوباية الشوربة بتاعتي، بس طبعا انا هجيب كوباية تاني لان كمية الخضرة كتير، لان انا بحب الخضرة كتير في القلقاس. والقلقاس لو مفيهوش خضرة كتير بحس ان في حاجة غلط. هجيب كوباية شوربة تاني هحطها عشان اضرب بيها الخضرة بتاعتي اللي هي الكزبرة الخضرة. طبعا خلاص ضربتها كده، هجيب المصفى واصفيها عشان لما اجي اطش ما يبقاش فيها مية خالص. شايفين
كوبايتين الشوربة اللي احنا حطيناهم هم سهلوا علينا ضرب الخضرة بتاعتنا في الكبة. ونصفيهم بالمصفى كويس. طبعا المية اللي هتنزل دي طبعا مش هنرميها لانها دي شوربة، هنروح نحطها تاني على القلقاس بتاعنا. خلاص كده صفيناها كويس، وكده جهزنا التومة بتاعتنا والسمنة والملح والكزبرة الناشفة. هنروح طبعا نعمل الطشة بتاعتنا الحلوة اللي بتملى البيت. يلا بينا. كده القلقاس بتاعنا اهو استوى 3/4 سوا. هنعمل له الطشة الحلوة بتاعتنا. ادي الماء الشوربة اللي احنا ضربنا بيها الكزبرة هنرجعها تاني على القلقاس بتاعنا، ونروح نعمل الطشة بتاعتنا الحلوة. شوية سمنة حلوين كده، لازم السمنة تبقى شوية حلوين كده كتار. وكمان هننزل عليهم بالتومة الطشة بتاعتنا المعروفة، ونحمر التومة شوية يا دوب تدي لون، ونروح نازلين بالكزبرة الناشفة الاول. طبعا ما اقدرش اقول لكم على الريحة دي، كانت عاملاها الساعة 7 الصبح، يعني الناس لو شمت تقولك مين اللي قايم يفطر قلقاس ده. بس انا قلت اخلص بدري كده قبل بنتي ما تصحى في هدوء وروقان. خلاص كده نزلنا بالكزبرة الناشفة، وهننزل بالكزبرة الخضراء بتاعتنا بعد ما صفيناها. وطبعا هنقلبهم شوية على النار، وبعدين ننزل عليهم في الحلة. وكده عملنا القلقاس الحلو بتاعنا بالخضرة اهو. طبعا وهنسيبه شوية على النار عشان يتشرب من الطشة بتاعتنا. كده خلاص، شايفين الجمال، شايفين اللون الحلو. تعالوا بقى نغرف القلقاس بتاعنا اهو. كده استوى خلاص. كده القلقاس بتاعنا سيبناه يتشرب من الطشة بتاعتنا الجميلة. شايفين اللون، هو لسه هيغمق تاني طبعا بعد ما نركنه شوية. تعالوا بقى نغرف القلقاس ونوريكم الفراخ بتاعتنا. ادي العيش الشمس طبعا جبناه، وممكن ايه تحطي عيش عادي، وفي ناس بتعمل جنبيه رز. كل واحد حر، احنا بناكله بالعيش بتاعنا. انا بعمل كمية كتير لان احنا ايه بنغرف كده ايه كل شوية. حد عايز يروح حاطط القلقاس، ما بنعملوش برز. انتي براحتك بقى، متعودة اعملي شوية رز جنبيه. ادي القلقاس بتاعنا الجميل زي ما انتم شايفين بنغرف في الاطباق. وادي الفرخة بتاعتنا اهي طلعت، شايفين كلها لون واحد. كده عملنا القلقاس بتاعنا الجميل وبطعمه ولونه الحلو بالكزبرة الخضراء. كده كمان الغدا بتاعنا خلص. وادي القلقاس بتاعنا واللفت وشوية العيش الشمسي، وادي الفرخة بتاعتنا الحلوة. نفتح بقى الفرخة ونشوف البصلة من جوه. شايفين الفرخة طعمها بيبقى تحفة خالص، جربوها هتعجبكم خالص. البصلة بتاعتنا دي بتبقى طعمها رهيب خالص وحلوة. وكمان القلقاس بتاعنا الحلو الاخضر، شايفين اللون والجمال، جميل جدا القلقاس بتاعنا تحفة. كده كمان الغدا بتاعنا خلص والفيديو خلص. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. يلا